وهنزل منهم على الواقع وموضوع الحلقة. الموقف الأول غريب عن الديار، لكن ذو مروءة. وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. مروءة. جماعة بيسقوا المواشي، وبنتين مسكين مواشي أبوهم، وعلى استحياء راجعين لورا. فالعملية صعبة. امرأة ضعيفة رقيقة نسمة تقف ورا الرجالة ومستنية لما يخلصوا، فهو اللي يقدر يزاحم ويشيل الحجر ويوسع فتحة المية. وبعد ما سقى له ما رش في راسه وما قالش أي خدمة عشان يطلعوا له بكشيش، ولا قال للناس مش أنا عملت خير في البنتين من دياركم ومن قومكم، فيش حد كده عنده جدعنة دقة جدعنة يردينا ولا حاجة. إن أشوف. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. لما نطق وقال: الرب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. على الشمال في سورة القصص. جمال. اشتكى ربنا، وربنا دبر ولطف وبعت له الأمورة: تعالى بابا بيقول لك خد أجرتك. فراح يتعشى واتجوز. وكان ما كان من قصته موسى سيدنا عليه السلام. الموقف الثاني ان كان عندنا راجل كريم جدا، ابن راجل كريم جدا. قال سيدنا محمد في البيت ده اللي منه الشاب ده وابوه سعد بن عبادة وابنه اسمه قيس، قال: من هذا البيت خرج الكرم. حاجة كده يعني. لا النبي اشتكى، هقول لكم على موقف يمكن يكون نادر شوية أو محدش سمعه يعني. لا النبي اشتكى عليه الصلاة والسلام، ولا أبو بكر اشتكى، ولا حاجة خالص. كانت الحكاية إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الزاملة، يعني الناقة اللي عليها أكله أكل أبي بكر الصديق، شرخت، خدت الأكل ورجعت على المدينة. الواد اللي كان ساحبها نام، فكت هي الحبل وراحت راجعة البيت. الخبر انتشر، وسيدنا أبو بكر مسك الواد قاعد يضرب فيه، والنبي يضحك عليه الصلاة والسلام. شايفين المحرم بيعمل ايه في الولد؟ مفيش دقايق وجيه سعد بن عبادة بناءة محملة بالأكل وبالشرب، وقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: زاملة، يعني ناقة، بدل زاملتكم التي فقدتموها. إذا كانت ناقة راحت وعليها الأكل والخيرات، أدي ناقة عليها الأكل والخيرات. كانوا بيقولوا: اتفضل اكتب بالقلم ده، أنا معايا نظر بن. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا البيت خرج الكرم. وجت زاملة النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد خد الزاملة بتاعته. ابنه بقى اللي هو قيس ابن سعد بن عبادة كان قاعد، وهو أكرم العرب من بعد أبيه. وواحدة ست جت عجوزة وقالت: بيتي قل فيه الجرذان. كل اللي قاعدين المفروض يقولها برافو ان بيتك ما فيهوش فيران كتير. الجرذان يعني الفيران. فقيس قال: لا 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 لا، انا فاهم هي عايزه تقول ايه. هي عايزه تقول ان بيتها قل فيه الدقيق والسمن. روحي يا خاله، لأملأن بيتك
دقيقا وسمنا، وأمر وتحركوا الرجالة بتوعه وملوا لها البيت. الشكوى دي اللي ممكن ما تتفهمش، حتى الشكوى من العزلة الجنسية، يعني مرات عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، وأبوه عمرو بن العاص بيقول لها وهي واقفة على الباب: كيف حال زوجك؟ اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قالت له: نعم الزوج، بيصوم بالنهار وبيصلي بالليل. فدخل على عبد الله وقال له: زوجتك حرة عربية فظلمتها. وفهم انه ما دام بيصوم بالنهار فالصايم ما بيجيش جنب مراته، وما دام بيصلي طول الليل يبقى مش فاضي يجي جنب مراته، وتبقى الست دي مهجوره وهي عنبه وهي مزه. قال له: اجوزك مزه حره وتهجرها وتظلمها؟ فهم منين؟ توداي بقت لسانها قد كده، ما بيجيش جنبي، ما بيدينيش حق الشرعي، بقى الحق الشرعي في الحكايه دي، وما ياكلهاش مش حق شرعي، يعطشها مش حق شرعي، ما يكسهاش مش حق شرعي، ما يحسنش معاملتها مش حق شرعي. الحق الشرعي السرير وبس. ايه الخيبه دي؟ شفت ازاي؟ وبتاع بقى شتو، وشوفوا اللي بيجولنا حتى على الهوا وبيشتكوا بقالنا 3-4 سنين وما بيجيش جنبي خالص وانا لسه ما اعرفش مين. قارن بين الشكوى والشكوى تلاقي في حاجه اسمها العنف في الشكوى. يعني الجزئيات اللي مش لاقي ياكل بيقابلك في الشارع: بقالي يومين ما اكلتش وعيالي ومش لاقي، عنف يبهدلك. والشكوى من الازواج اهي. اول امبارح قعدت معايا في جمعيه الوجوه الناضره وقعدت تقول: وحيد الله يا حاجه. تقول: لا 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 لا، يرجعي عشان العيال يا حاجه. لا 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 يعاش يا حاج، اعملي. لا 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 يا دكتور، ده لا يتعاش، مش مسلم، لا بيصلي ولا بيصوم، مش كريم في بيت، ده بيدوخ البيت عشان يديها ربع جنيه. وهذه خلاص افتح باب تقفله، افتح باب تقفله. يعني ابن 66 وابن 87 وابن 99 0 ماينس 1 وقليل الادب وقليل الدين وقاسه بيضرب وبهدلني وشتم الحي والميت وانا كنت بعمل. خلاص خلاص. امبارح بس بتقول لي: ده لما رمى عليا اليمين كان عليا الدور. ده يبقى يمين واقع ولا لا؟ عشان ارد عليه، عشان هو عايز يرجعني وانا نفسي ارجع له. ترجع لمين؟ ده انت كرهتيني انا في الجواز واللي بيتجوزوه السنين السوداء. عنف في الشكوى. يا بنت عيش عشان العيال. اكيد الراجل ده كل يوم خميس بيجيب لهم ربع كيلو لحم ابدا، ولا كل شهر. يا بنتي ده عشرتك وحبيبك. لا 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 لا، ده بتاع نسوان. يا بنتي ده راجل ابدا. لا 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 اله الا الله. على الاقل حميك وراجل. لا راجل مين؟ ده الناس كانت بتنهش فينا وبتعكسنا، ولا كان بيتكلم ولا كان بيتحدث وزود سمعتي مشوقه النهارده عايز اليمين اللي وقع عليها في دورتي شهريتي لا يقع، لا يخطي يقع. وانت عليك الدوره وانت عليك النفاس، وفي كل وقت وفي كل حين يقع يمين الطلاق. والزوج يبقى آثم لانه لم يطلقه طلاق السنه. ايه هو طلاق السنه؟ أن يطلقها في طهر لم يباشرها فيه. يعني يستنى لما الدورة تخلص بتاعتها آخر دورة وتستحمى وما يجيش جارها ويقول لها أنت طالق. ده سموه طلاق السنة. أي طلاق بعد كده سموه بدعي. بدعي يعني ما يقعش؟ لا، يقع ونص وثلاث أرباع. بدعي يعني مناقض للسنة. لكن اليمين واقع في كل الأحوال يا أختي، ولا يمكن ترجعي له لو كانت الطلقة نمرة 3 يا أختي. الطلاق مرتان. اعرفوا الكلام ده قبل ما تتجوزوا عشان ما تتجوزوش. يا اما تتجوزوا اللي طلاقها طلاق الروح اهون من طلاقها. خروج الروح من البدن اهون من خروج كلمه طه لام قاف من بق البي اللي عايزين ندافع عنه ونعمل شرع جديد عشان نسون اليسرى. اليسرى هو اللي ضيعها وهو اللي يتحمل نتيجه ضياعها. جوازات اساسا مضروبه. وانا دايما بقول لكم: اللي طلق مره والتانيه ورب الكعبه لا يجيب التالته وهيجيب الرابعه وهيعيش في الحرام وهتبقى سنين سودة. اللي اتعود على الطلاق ده لو حتى التالتة وحل والعيال وراحوا والشنهفوا بمجرد ما ياكلوا مكرونه بس وبالطين بعد ما يسلقوهم يحمروهم في حته زبده صغيره عشان السكر والكوليسترول،
هيطلق تاني على شويه ملح زايدين، شويه ملح ناقصين، على اي حاجه كده، على حد بتاع يعني. اقول يا اختي